السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبايبي، وين ما كنتوا عم بتتابعونا في قناة المطبخ الشعبي. بتمنى يا رب تكونوا في ألف خير. وصفتنا اليوم من أنواع المخللات مخلل الجزر، رح نعمله بطريقة جدا سهلة وبطعم جدا شهي. تابعوا الفيديو للأخير، يلا مع بعض لنشوف خطوات العمل بالتفصيل. في البداية هون رح احتاج لجزر مقشر ومغسول. رح نقطع الجزر حسب الشكل اللي بترغبوا فيه. عندي هون بعد ما قطعت الجزر بهذا الشكل، طبعا انا استخدمت هون عندي هاي الاداة قطعت فيها، بتعطي شكل كثير حلو. رح نحط الجزر بمرتبان معقم ومنشف تماما. بعد ما عبينا الجزر بمرتبان معقم منشف تماما، رح نضيف عندي هون شرائح من الثوم بيعطيها نكهة وحموضة كتير طيبة. خلونا نجهز للمحلول الملحي. عنا هون لتجهيز المحلول الملحي رح نحتاج طبعا هون نضيف المي بالأكواب المعيارية. بسم الله، رح أضيف الكوب الأول، الكوب الثاني، هاي عندي هون 3، وهاي عندي هون 4 أكواب معيارية. لكل كوب معياري رح أضيف معلقة كبيرة من الملح. بسم الله، 1 2 3، هاي عندي هون 4. بالإضافة لكل كوب معياري لمخلل الجزر رح نضيف عندي هون من الخل الأبيض معلقة كبيرة، يعني هون رح أضيف 4. 1، هاي 2، 3، هاي 4 معالق كبار. ورح نبدأ نذوب عنا، نحرك لحتى يذوب عنا الملح. وبعد ما ذاب الملح بحب احكي لكم خطوة مهمة كثير، انه ندوق عنا المحلول، لانه احيانا الملح بيلعب دور. احيانا بيكون نوعية الملح ما بتملح كثير، واحيانا بتكون نسبة الملوحة عالية. لهيك بامكانكم يعني طبعا نتفادى هاي الخطوة، انه ندوق ومنشوف اذا نسبة الملوحة عالية كثير منضيف كمان كوب معياري من المي، واذا نسبة الملوحة قليلة منضيف كمان معلقة من الملح. هيك عندي نسبة الملوحة ما شاء الله ممتازة. راح نضيف المحلول فوق الجزر. راح نبلش نضيف المحلول الملحي فوق الجزر. بسم الله. بعد ما غمرنا الجزر بالمحلول الملحي رح اغطي وجه المرتبان عندي هون بكيس نايلون، واحكم اغلاقه كثير منيح لحتى امنع دخول الهواء ما يتعفن عندي المخلل. وهون عندي بيكون مخلل الجزر طبعا صار جاهز. رح نتركه لمدة 10 ايام على الاقل او اسبوعين، لانه الجزر طبعا شوية صلب بياخد وقت اكتر في الكبيس. رح نتركه. ولهون بكم فيديو خلص. بتمنى يكون هالفيديو عجبكم وصحتين وعافية. انتظروني بوصفة جديدة.